لما رباط البنطلون يتفك منك هتروحي جايبة غطا القلم وتحطي الرباط جواه، وتيجي تقفلي عليه القلم بالشكل ده، وبعد كده تقدري تمرريه بسهولة وترجعيه لمكانه. طريقة سهلة جدا ومريحة. لو عندك شراب قديم ما تتسرعيش بقى وترميه، تعالي كده وهتقصي الجزء العلوي منه وهنعمله قفازات أو جلافز، ونيجي بقى الجزء الأسفل هنعمل فيه فتحتين بالشكل ده. كده حصلتي على شراب من اللي بيطلعوا موضة وشيك. عارفة إن كلنا بننزعج أثناء ما بنيجي نقطع الخضار ونلاقي الخضار عمال يلزق معانا في السكينة. هنعمل إيه؟ هتجيبي أستك وتحطيه على السكين بالشكل ده، وانتي بتقطعي الخضار هتضمني إن الخضار بيقع منك، مش هيلزق في السكينة ويضايقك يا ست الكل. لو عاوزة تضيفي مقدار معلقة زيت على الدقيق من غير ما تبهدلي المعلقة، ده ايه ده؟ ولا سحر ولا شعوذة. هتجيبي الدقيق وتجيبي المعلقة وتضغطي عليها بالشكل ده، وبكده عملتي فجوة. هتجيبي الزيت على الفجوة، يبقى انت كده حطيتي مقدار معلقة بالظبط من غير ما تبهدلي المعلقة وتضطري لغسلها. لو انت مش في البيت وعاوزة تقشري فاكهة ومش معاكي السكينة، مجرد بس خيط أسنان هتقدري تقشري بيه الفاكهة. هو طبعا هيبقى أسهل وسلس في التقشير ومن غير ما تجرحي إيدك. طيب لو انت عايزة تفصلي أعواد الأكل ما بين المقدمة ونهاية الأعواد بعد ما بتغسليها، بحيث ان انت تفصليها على مرة واحدة، هتيجي تحطيها بشكل مسطح على لوح التقطيع بالشكل ده، وتدفعيها كده بالراحة لغاية ما هتلاقيها ترتفع نهايات الأعواد معاكي بمنتهى السهولة، تفصليهم عن بعض بمنتهى السهولة. لما تيجي تشيل أي لاصق طبي، طبعا الصمغ بيلتصق بالشعر وبيكون مؤلم في شيله طبعا، وعشان تشيله من غير أي ألم هتيجي تحط صابون سايل عليه وتفركه لمدة دقيقتين، وبكده مش هتحس بأي ألم لما تيجي تشيله. طب وطريقة تطعيم أشجار الفاكهة اللي محدش هيقولك عليها، هتيجي تشق الغصن بالشكل ده وتحط غطا الإزازة وتقفل على الغطا نص الإزازة اللي احنا قطعناها كده، وبعد كده تيجي تملاها بتربة كويسة وتملاها بعد كده مية، وبعدين تغطيها بنص الإزازة الأسفل وتيجي تقصها بقى بمجرد ما هي بتنمو. الزيت العطري واللي أغلبنا بيغفل عن فوائده وأهميته في البيت. الزيت العطري ممكن نستخدمه